السلام عليكم. اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتي. والناس اللي شافوني اول مره مرحبا بهم، ونتمنى يعجبهم المحتوى ديال القناه. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله عندنا غريبه ديال اللوز اولا الملوزه، اللي صغيره حلوه وزوينه. عندنا واحد 500 غرام ديال اللوز، كنفسخوها بطبيعه الحال الطريقه التقليديه العاديه، كنطحنوا واحد الطحنه الاولى بلا سكر، يعني طريقه والطحنه الثانيه كنطحنوا بنص الكميه اللي عندنا ديال اللوز، كنطحنوها تنزيدوها سكر سنيده، وكنطحنوا. انا طحنته غير في الدار، ما طحنتوش يعني عند السيد اللي كيطحن اللوز. كما شفتوا حاولت انني نطحنو غير في يعني في داك الميكسور اللي عندي، الماكينه اللي عندي هذه اللي كاينه، هادشي اللي كاين. وكنضيفوا المكونات اللي عندنا ان شاء الله. غنقولهم بالتدريج، يعني بطبيعه الحال غادي تلقاوهم في صندوق الوصف كيف ما هي العاده. ان شاء الله. كاين واحد رشيشه ديال الملحه. انا دائما كان في الحلوه كما كانت كنضيف فيها واحد الرشيشه ديال الملحه. هنا عندنا 2 معالق كبار ديال الكونفيتور، معلقه كبار، معلقه اللي غنعبروا بها المقادير كاملين، معلقه واحده، ماشي نديروا كل معلقه في قياس الشكل. هنا غناخذوا عندنا 2 معالق ديال الزبده. قلنا 2 معالق ديال الكونفيتور، 2 معالق ديال الزبده. عندنا حامضه كامله، يعني القشور ديالها، نحكوا القشور ديالها، سوا خضراء سوا حمراء سوا صفراء يعني. هنا غناخذوا واحد 4 الحبات المهم 3 الحبات حتى 3 الحبات ديال المسكه حره. غنطحنوها مع معلقه صغيره ديال السكر سنيده، لان المسكه الحره ما غتبغيش تطحن لينا، يعني حيت ماشي كميه كثيره، يعني دوك الحبيبات ما غيبغيوش يدوروا لينا في الماكينه. كنضيفوا ليهم واحد المعلقه صغيره ديال السنيده، وكنعركوا هادشي اللي عندنا، هاد الخليط اللي عندنا كنعركوه، كنعطيوه واحد شويه ديال الخاطر. وكان كان بطبيعه الحال كنعركوه، باش يعني ماشي كيدليك، غير هو كان باش ينسجم لينا المكونات على محل ديك المذاقات تدخل في بعضياتها. وكنضيفوا بطبيعه الحال المكونات الباقيه ان شاء الله. خليكم معايا ان شاء الله لاخر الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك الفيديو وتبارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم الى عجبكم بطبيعه الحال. ومرحبا بالناس اللي كيشوفوني اول مره، دائما وابدا. تنتمنى يعجبهم الفيديو، ويعني بارطاجيوه مع اصحابهم وحبابهم. وما تبخلوش عليا باللايك لان الفيديوهات عندي ناقصين صراحه من اللايكات، يعني كنتمنى بطبيعه الحال تشجعوني. هنا كنضيفوا الكميه المكونات الباقيه ان شاء الله. يعني هنا عندنا، تنبغي نمشي معكم مع الفيديو. معلقه كبيره ديال المزهر. وكان بطبيعه الحال فين ما تنضيفوا مكون كنخلطوا، ممكن تضيفوا كلشي وتجركوا. انا كنختار هاد الطريقه باش يعطيني تعطيني واحد كيفاش نقولوا الخليط يكون معروك. لان ملي كنضيفوا كل حاجه يعني على خاطرها كتطلع الحاجه زوينه. المهم كل واحد طبيعه الحال طريقته، المهم هي النتيجه كما كنقولوا. الانسان ملي كيدير واحد الحاجه وكيديرها وهو كيبغيها يعني. هنا عندنا معلقه كبيره ديال الطحين الابيض، نفس المعلقه اللي عبرنا بها الزبده والكونفيتور ويعني كل شيء، نفس المعلقه عبرنا بها الطحين. يعني بطبيعه الحال هذيك المعلقه مغربله باش ما تكونش فيها شي حاجه، وما يكون فيها دوك الكريكيبات ديال الطحين، يعني يكون يعني يبقى لينا في اللوز لداخل. صافي كما شفتوا، يعني 2 معالق ديال الكونفيتور، 2 معالق ديال معلقه ديال المزهر، 2 معالق ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، قشور حامضه. وبطبيعه الحال عندنا المسكه حره بطبيعه الحال كما شفتوا، 3 الحبيبات، ما بغاش نخرج 3 الحبيبات مطحونين مع معلقه ديال السنيده صغيره. وعندنا ان شاء الله هنا كما شفتوا بيضه كامله. انا حطيت 3 البيضات حدايا غير ما بانوش في ليسباس. هنا حطيت 3 البيضات لان الوصفه فيها 3 البيضات، على ما حال الوصفه فيها 3 البيضات، ولكن البيض على حساب الخليط اللي عندك. ما يمكنش انا نضيف 3 البيضات كاملين، وانا كما كتشوفوا عندي الخليط يعني ديجا راه يعني خفيف. الا ضفت 3 البيضات غادي يولي جاري،
يعني كيفاش غادي ندير ليها، فهمتي؟ شنو غنضيف ليها؟ هي ممكن تضيفي ليها الطحين، ولكن راه مشكله يعني صافي. هي ممكن تضيفي معلقه، مثلا الا درتي جوج بيضات ممكن تضيفي بيضه. الا جرات لك الخليط ديال اللوز تضيفي معلقه ديال الطحين، بطبيعه الحال مغربله، معلقه كبيره. ولكن نتفاداو حنا هاد الاضافات، وكما كنقولوا نخليو المذاق يكون عاطي، الحاجه تكون كما هي، فهمتي؟ مش تنتمنى تكونوا فهمتوني. ما نخسروش المذاق ديال الحاجه، لان ما كنبقاو نضيفوا كما كنضيفوا زيد الماء زيد الدقيق، صافي الحاجه كتولي عندها مذاق اخر، ما كيبقاش هذاك المذاق اللي بغينا، ديك التعليكه اللي بغينا. كيما شفتوا بيضه وحده كامله بالصفر ديالها بالبيض ديالها. المهم هنا راه بيضه كبيره ماشي صغيره. هنا الا كانت بيضه صغيره غتضيفوا بيضه، هذيك البيضه الصغيره، وغتضيفوا الصفر ديال البيضه، ممكن باش تخلطوا باش تجمعوا بها الخليط. هنا كيف ما شفتوا انا عندي بيضه كبيره، البيضه اللي جمعت لي يعني المكونات اللي عندي، الخليط مزيان. هنا عندي خماره ديال 8 غرام كيما شفتوا. الخميره صراحه ما تحاولوا ما تكثروش الخميره. الخميره ماشي هي اللي غادي تخليها تشقق. اي حقا هي عندها مفعول غتخليها تدير، ولكن ما نقولوش بان الخميره صافي هي اللي غادي تعطي داك المفعول وغادي غادي تخليها تشقق لينا. نكثروا الخميره صافي، ملي كتكثري الخميره راه المذاق حتى هو كيمشي. ملي كنضيفوا بزاف ديال الحوايج صافي كنخسروا حاجه اخرى. هنا كما شفتوا الخليط عندي راه كيبقى يتلصق في اليد كما قلنا. كنغطيوه كيرتاح واحد شويه، واحد 5 دقائق يعني. كنشعلوا الفران يسخن، وكنوجدوا لينا السكر كلاصي كنغربلوه. السكر كلاصي بطبيعه الحال سبيسيال، يعني اللي فيه نشا، يعني راه معروف. يعني الماركات بزاف ما بغيتش نبين انه الماركه اللي كنخدم بها فقط. يعني الناس كل وحده كل سيده كتخدم بالماركه اللي عندها. المهم يكون سبيسيال، يكون رطب، منين نقيسو يكون رطب ما يكونش حرش. نغربلو بطبيعه الحال ونخدم به. هنا كما شفتوا انا الكويرات اللي درت قياس، يعني غير قياس المشيميشه ماشي كبار. يعني حاولت هنايا ندير غير كويرات صغار. ولو انني انا من طبيعتي يعني في العادي يعني كندير الحلوه كبيره ماشي صغيره. هنا كنحاول، لان بطبيعه الحال كنبغي نحط فيديو، كنبغي نديرو شويه ديال كنصوروا داكشي، كنبغيو نحطوا واحد هذا الحليوات يكونوا يعني صغار. وبطبيعه الحال الحلوه صغيره كتكون فيها واحد الكونتيتي كثيره. يعني ملي كنديروا كويرات صغار مثلا، المهم في اي حاجه يعني كنديروا حليوات صغار كتعطينا واحد الكميه كثيره، ماشي بحال الا درنا الحلوه كبيره. انا صراحه ملي كنصيبها غير للدار ما كنديرش هاد الصغيورين صراحه، اللي واحد يهز وحده وصافي ونبينا عليه السلام وبصحه والراحه صافي. هادشي اللي كاين. هنا كما شفتوا كنمرمدوها وكنحاولوا تكون واحد يعني تمرمد مزيان، يعني نكركبوها مزيان في السكر كلاصي، وكنحاولوا نوقفوها من الجناب. كما شفتوا كنبركوا عليها من الفوق. ممكن حتى تحطوها في اللاطه وكما غتشوفوا ان شاء الله، وتبركوا عليها هكا صبيعات ديالكم ولا بالظهر ديال المعلقه صغيره باش ما بغيتوا. المهم تبركوا عليها واحد شويه باش تعطيكم هذاك، تعاونوها باش تشقق. صافي هنا كما شفتوا انا يعني هذوك اللي ما فيهمش، اللي ما يعني ما ضغطش عليهم، كنضغطوا عليهم هنايا كما شفتوا. هنا كيبانوا صغيورين محدقين. بطبيعه الحال تنتمنى يعجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع صحابكم وحبابكم. ما نوركوش بزاف الاشاره، ما نبركوش عليها بزاف، ما نقولوش بانها راه غادي انها تشتت بزاف، حيت ملي غتدخلها الفران. هنا الفران سخون، هنا الفران سخون. غنسخنوه يعني ديجا مني بغيت نكورها وداكشي سخنت الفران، راني ديجا قلتها لكم. ملي كتبغي تدخلي اللاطه الفران، سمعوني مزيان الناس اللي ما كتبغيش تشقق لهم الحلوه. ملي كتدخليها الفران كتنقصي، راه حيت الا خليتيها سخون بزاف غادي تحمر لك بزاف من الفوق. هنا صافي راها تشقات وطابت هنايا صافي ديجا. النتيجه هي هذه صافي. كتخرجيها وكتطلعيها تكمل طيابها الفوق، على محل هذه الغريبه ديال اللوز اولا ديال سميتو ديال الكوك ولا داكشي ما كيبغيوش الفران بزاف.
كتحطيها وتخليها حتى تبرد، عاد كتحيديها من اللاطه، لان بطبيعه الحال ضروري من الورق الطبخ باش ما تلصقش لك في اللاطه في الصينيه. هذه هي النتيجه، نتمنى تعجبكم وتبارطاجيو مع صحابكم، وشكرا، وما تنساوش ديروا لايكات. شكرا بزاف.